السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة الطبخ الصحي العربي. عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد. وبهذه المناسبة سنقدم مقرمشات أو مملحات كيف كنسميوها في المغرب، مملحات لذيذة صحية بدون أي نوع خميرة، ولكن فيها مكونات اللي كتبطل مفعول الاكتينات، وبطبيعة الحال نوع دقيق صحي جدا. وكذلك غادي توجدوا في الفيديو طريقة تمهريز الشعير بطريقة القديمة ومازال كنطبقوها، فتلقاوها في الجزء الثاني من الفيديو اللي مهتمين بتمهريز الشعير. بالنسبه للناس اللي كيزورونا لاول مره، ما تنساوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد، والناس اللي سبقوا اشتركوا معنا فما تنساوش تعليق ولايك. ونتمنى انكم تكونوا كلكم بصحه جيده، وندوزوا مباشره للمكونات والطريقه على بركه الله. اول شيء غادي نحتاجوه هو دقيق الشعير. هنا انا استعملت تقريبا نصف كميه الشعير اللي كتشاهدوه. هنا عندي كيلو من دقيق الشعير ناعم جدا. نصف الكميه من الشعير قمت بطحنها مباشره في الطاحونه الصلبه اللي سبق وطحنت فيها الثوم. منها كناخذ البقايا ديال الثوم اللي بقات في الاله، وفي نفس الوقت كيتنكه الدقيق بطعم الثوم، يعني عصفورين بحجر واحد. هنا كيف شاهدتوا وكيف سبق وذكرت عندنا كيلو دقيق شعير ناعم جدا، ناعم ضروري يكون ناعم. وغنستعملوا معاه 125 ملي من زيت الزيتون او كأس عنبة او ماغ. بالنسبه لاخواتنا في المشرق فكيستعملوا الماغ، ولكن الا ربع ماغ الا ربع. عندنا 100 غرام من الزبده البلديه او الزبده طبيعيه حيوانيه. الا ما توفرتوش على الزبده البلدي استعملوا زبده حيوانيه. 100 غرام او ما يعادل ملعقتين كبيرتين من الزبده. الا حبيتوا انكم تستعملوا زيت زيتون فقط فكتستعملوا 100 غرام عوض زبده الحيوانيه. وممكن كذلك تستعملوا زيت جوز الهند كذلك ممكن، يعني غيبقى لكم الخليط ما بين زيت زيتون وزيت جوز الهند. اول شيء غنقوم به هو نقوم بادخال المواد الدهنيه داخل الدقيق جيدا حتى يتشرب ويصير القوام مثل الرمل. وهذا هو القوام من بعد ما تشرب جيدا الماده الدهنيه، كيبان لكم تماما مثل الرمل. غندوزو مباشره لباقي المكونات. هنا ما نستعملوا اي نوع بيض او حليب او اي شيء، غتكون فقط عباره عن خضر. هنا غنستعملوا ما يعادل 250 غرام من البصل او حبتين متوسطتين من البصل الابيض. ممكن تستعملوا كذلك بصل احمر. بالنسبه لهذا اللون اخضر فهي حزمه من الكزبره وحزمه من البقدونس مغسوله جيدا ومطحونه ناعم جدا. بالنسبه للمنسمات هنا غنستعمل ملعقه صغيره من الملح لانها مملحات ممكن الاستغناء عنها حسب الدواعي الصحيه، فممكن الاستغناء بالمره عن الملح. عندنا ملعقه من الخروب وملعقه من النبق او العناب، ملعقه. وهذا الخليط اللي كتشاهدوا فهو مزيج من بذور البطيخ او الدلاح، وبذور كذلك القرع الصيفي او القرع الحمراء، وكذلك بعض بذور دوار الشمس. هذا المزيج سبق وحضرته معكم في صلصه السلطه بالقمح المخمر اذا كنتوا كتذكروا. هنا تقريبا ملعقتين كبيرتين او 5 ملاعق صغيره، ملاعق اكل. والفلفل الحار مجفف ان شاء الله نشارك معكم
في الفيديوهات المقبله الطريقه اللي كنعتمدها، وهذه الكميه اللي كتشاهدوا في القنينه فهي ممكن انني تكفيني للسنه باكملها لانه حار جدا. هنا كيف شاهدتوا راس ملعقه من الفلفل الحار المجفف، وممكن توصلوا حتى لنصف ملعقه ممتلئه، رغم انه حار جدا ولكن النكهه لم تكن ظاهره نهائيا. هنا غنضيف باقي المكونات اللي هي القزبر والبقدونس مطحون ناعم جدا، وهادو هما الاضافات اللي غيبطلوا مفعول الاكتينات اللي موجوده في دقيق الشعير اللي هي البصل والكلوروفيل اللي موجود في الكزبره والبقدونس. ممكن كذلك تضيفوا الكزبره الجافه، يعني تاخذوا تقريبا ملعقه كبيره من الكزبره الجافه، ومهم انها تكون مطحونه ناعم جدا، كتعطي نكهه وفي نفس الوقت مفيده للجهاز الهضمي. البصل حاولوا ما امكن انكم ما تضيفوش الكميه دفعه واحده حسب نوعيه الشعير وحسب كذلك نوع الزبده ونوع الماده الدهنيه المضافه، فقوموا باضافه 3/4 وخليوا الربع للنهايه. اذا كان مازال ناقص يعني مازال جاف العجين او الخليط مازال جاف فكنضيفوا الكميه المتبقيه، ودائما كنخلطوا وما كنعجنوش لانه قوامه مثل الصابلي فهو غيكون صابلي مالح، فحاولوا ما امكن انكم ما تقوموش بالعجن، قوموا بالخلط فقط. ولان القوام كان جاف نوعا ما فضفت باقي البصل، وهذا كيعطي ان المقادير مضبوطه جدا. كيلو دقيق شعير، كأس زيت زيتون، 100 غرام زبده بلدي طبيعيه، وعندنا 250 غرام بصل مفروم ناعم جدا مع حزمتين مختلطه بين الكزبره والبقدونس والمنسمات الاخرى ممكن اضافتها اذا كانت متوفره. اذا ما كانت متوفره فممكن انكم تكتفيوا بالاساس اللي هو المكونات الرئيسيه كنخليوه. غنعاود ناكد عليكم دائما الصابلي سواء كان مالح او حلو فدائما لا نقوم بالعجن للحصول على القرمشه، وكذلك البسكوي في النهايه او الصابلي في النهايه لا يفقد حجمه او شكله. لهذا هذه الطريقه اللي كنقوم بها، فقط كنقوم بالتقليب والخلط وليس العجن، وهذه هي الطريقه اللي اعتمدتها حتى كملت العجين تماما. صدقوني رائحه العجين رائعه جدا قبل الطهي، واؤكد النكهه والطعم ولا اروع، خاصه لمحبي المملحات والمقرمشات، وخاصه كذلك بالنسبه للناس لأطفالهم كانوا متعودين على المقرمشات التي تشترى من خارج البيت المصنعة، فهذا بديل رائع جدا. وممكن كذلك أنكم تنكهوه ببودرة البصل وبودرة الثوم اللي سبق وحضرناها، فهي كذلك مناسبة جدا لهذا النوع من البسكوي أو المملحات. أنا خليته ارتاح نصف ساعة كاملة، هذا هو سر من أسرار نجاح أي صابلي، أنكم تخليه يرتاح نصف ساعة من بعد الخلط. وغنقوم ببسطه فوق ورق الزبدة. أفضل دائما ورق الزبدة لأننا لا نحتاج نهائيا أننا نضيف أي مادة دهنية أو دقيق، فكيبقى قوام العجين كيف ما حصلنا عليه من الأول. ممكن أنكم تنكهوه أو تقسموا العجين، يعني كتبقى الخلطة الرئيسية هي الأساس، وممكن أنكم تضيفوا بعض النكهات، تقسموا العجين على 3 وكل عجين كتعطيوه نكهة حسب اللي كتفضلوا. هنا ثلث العجين ضفت له بعد ما فردته بالنشاب أو الدلاك، رشيت عليه بعض حبوب الكمون، ممكن تضيفوا سانوج أو حبة البركة، ممكن تضيفوا السمسم
ولكن الكمون كنعرفوا انه يتلائم جدا مع دقيق الشعير، وفي نفس الوقت كيبطل كذلك مفعول الاكتينات الموجوده في دقيق الشعير. كنبسطو جيدا حتى كيلتصق الكمون مع العجين. وبالنسبه للقطاع او الاشكال اللي ممكن انكم تستعملوها، فهذا كيبقى دائما راجع لكم، وممكن كل نكهه تقطعوها بنوع او شكل معين. هاد القطاعه او هاد الشكل فهو ممتاز جدا، خاصه اللي كتكون فيه هذه اللي كنضغطوا بها على العجين، فهي كتساعد ان البذور اللي ضفناها من فوق كتلتصق جيدا مع العجين. غنكمل على هاد الطريقه العجين كله، واللي ضروري ومؤكد عجين الصابلي دائما يطهى على نار هادئه جدا 120 الى 140 درجه، وكياخذ مده طويله. وهاد الطريقه اخذتها من الاخت اسيل وريتاج، مبدعه الحلويات رائعه جدا. هذا هو البسكوي. الا كانت درجه الحراره 120 140 درجه، فالصابلي كياخذ مده طويله في الطهي، ممكن نصف ساعه الى 45 دقيقه. الفرن كيكون مشتعل من فوق وتحت بطبيعه الحال. كيبان لكم هنا الصابلي اللي ضفت له الكمون، وهذا الاخر دهنته بالهريسه او الفلفل الحار، يعني الهريسه المعروفه، وهذا خليته بالنكهه الاصليه. كتشاهدوا انه كيكون هش مرمل وفي نفس الوقت مقرمش ولذيذ جدا 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 جدا. ننصحكم فعلا انكم تحضروه لاحبابكم وللزيارات العائليه بمناسبه العيد المبارك سعيد، عيد الاضحى. اهل الله علينا وعليكم بالخير والبركه والصحه والسلامه لكم ولجميع الامه الاسلاميه يا رب. اللي غنأكد عليه كذلك ملاحظه اخرى بالنسبه للصابلي، دائما كنوضعوه سواء في اناء من قصب او خشب او اناء من طين، لان هاد المادتين ما كيخليوش يعرق وما كترجعش ليه نهائيا الرطوبه، فكيحافظ على القرمشه والرطوبه كتمتصها هاد الاواني، سواء اواني الدوم او الخشبيه، وكذلك وخاصه الاواني الطينيه. هنا استعملت فراح صغير كنستعملوه للبغرير، وهو اللي استعملته، وكونوا على يقين انه تيبرد وفي نفس الوقت ما كيكونش فيه رطوبه وكيبقى مقرمش جدا لذيذ جدا. ندوزو حالا لطريقه تمهريز الشعير او الطريقه المعتمده اللي كانوا كيعتمدوها اجدادنا، ولازلنا كنحتفظوا على نفس الطريقه ولو انها كميات قليله. وكذلك الاناء المستعمل اللي كنستعملوه فهو عادي جدا. الدور ديال التمهريز هو انه كيزول لنا هذاك الصفا او الخيوط اللي كتكون ملتصقه بحبات الشعير من فوق، واي شوائب واي بقايا كتكون ملتصقه في حبه الشعير فبالتمهريز كتزول بالمره، وكتزول كذلك اي نوع غبار، وكنحصلوا على حبات الشعير نقيه صافيه، وكتنقص علينا كذلك العمل بعد الطحن. الطريقه اللي كنعتمدوها بما اننا كنستعملوا غير كميات قليله، اول شيء كنحتاجوه هو هذا المقبض الخشبي كيتباع عند باعة العقاقير ب10 دراهم، يعني ثمنه في المتناول، وهو اللي كيصلح لهاد الانواع. وهنا بالنسبه للاناء اللي غادي نوضع فيه كميه من الشعير، فاستعملت فقط هذوك عبوه المياه المعدنيه اللي كتباع، زولت ليها الراس الفوقاني قطعته بسكين، وكنوضعوا مقدار كيلو الى كيلوين في الاناء، وكنقوموا بدقه مثل مبدا المهراز كيف كتشاهدوا. الناس زمان كانوا كيستعملوا يعني على حسب المتوفر عندهم، سواء كان مهراز خشبي كبير الحجم، او في بعض الاحيان اذا كان عندهم مهراز من صخر، ولاننا ما كنتوفرش عليها فاستعملنا
في المتناول، وهو هاد القنينة البلاستيكية من فئة او من سعة 5 لتر. كنستمروا على هاد الطريقه حتى كنكملوا الكميه كلها. ودائما وانتم كتدقوا كيبان لكم ان الحبه ما بقاش فيها نهائيا الصفا، هذيك الساعه كنعرفوا باننا كملنا الكميه وخاصنا نعاودوا نبدلوا. وحاولوا ما امكن، والله يسمح لنا من الوالدين، الام ديالي ما خلاتنيش نقوم نصيروا او نغربلوا كيف كتشاهدوا، خافت عليا انني ناخذ الغبار لانه كيكون فيه غبار شديد جدا. حاولوا انكم تستعملوا الكمامات، وحاولوا كذلك انكم تاخذوا حمام من بعد ما تقوموا بتصيار اللي كنقولوا حنايا بالدارجه تصيروا، يعني كنزولوا الغبار او البقايا اللي تحصلنا عليها من بعد ما مهرزناه. كيزول الغبار من التحت والصفا، ومن الفوق كيف شاهدتوا كتهز هذوك الشوائب اللي كتبقى الفوق من اعواد، وكذلك بعض الحبات الشعير اللي كتكون فارغه. هذه هي البقايا او الشوائب اللي حصلنا عليها من بعد ما مهرزنا الشعير وغربلاتو الوالده او الام ديالي الله يعطيها الصحه. هذه هي الكميه كيف كتشاهدوا، كميه لا باس بها من الشوائب. الا ما قمتوش باخذ حمام من وراها، من وراء هذه العمليه، فكيعطي حكه في الجسم. حاولوا ما امكن انكم تقوموا باخذ حمام من بعد ما تقوموا بهذه العمليه. ولاحظوا معايا ان حبه الشعير كتبان لكم نقيه صافيه، ما فيها حتى شي شوائب. والقشور من بعد الطحن راها كتزول بعد الغربله، القشور راها كتكون صلبه جدا. وملي كتبغيو تاخذوه للطاحونه، فعند الطاحونه كتوصيو، والطاحونه كيف كتعرفوا راه ماشي اي طاحونه كطحن البلبوله ديال الشعير، يعني كناخذوا سميد الشعير الخشن وسميد الشعير الناعم. فعندكم نتوما كتوصيو صاحب المطحنه سواء كطلبوه انه يقوم بطحنها كبلبوله رقيقه، هذه هي البلبوله الرقيقه، هذا هو الطلب ديالنا. بلبوله رقيقه جدا هي اللي كنستعملوها في الكسكس، وكنستعملوها كذلك كنقوموا برشها في الخبز. هنا غادي نغربلوه مرتين. ناخذ لنا دقيق ناعم جدا في الغربال العادي او في الشطاط، ممكن اننا ناخذ الدقيق الناعم جدا، ومن بعد كنسفوا النخاله او قشور الشعير وكنحصلوا على بلبوله ناعم رفيعه. نتمنى ان هذا الفيديو يكون فادكم، ويعني حاولت ما امكن انني نقرب لكم طريقه تحضير الشعير قبل الطحن، وفي نفس الوقت حضرنا به وصفه مناسبه للايام المباركه، ايام العيد، ايام جمعه العائله. نتمنى انها تفيدكم، وفعلا لذيذ جدا وصحي جدا بدون تخمه وبدون ثقل على المعده. وعيد مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.